ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده فيديو جديد وفيديو سعيد. زي ما انتوا شايفين ايه ده، شايفين ايه ده؟ النهارده هنعمل اسبوع للارانب الصغننين. هاتوا عيالكم افتحوا القناه وفرحوهم وعرفوهم ان حتى الطيور بتبقى موجوده في البيت، حتى لو كانت بتزعلنا شويه اوقات، واوقات تاني بيبقى فيه منها حاجه بتموت، بس يلا الحمد لله رب العالمين. تعالوا بقى مع بعضنا ندخل السرداب عند الأرنب ونعرف هي كانت جايبة كام ودلوقتي بقوا كام. بس يلا الحمد لله رب العالمين. تعالوا نشوف كده جوه في الأوضة وفي العشة ونشوف الخير اللي ربنا رزقه لنا. وقولوا اللهم بارك وصلى على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وتعالوا نكمل الفيديو. رنيب توعي بلوها بطول ايه في الباب عشان مفيش حاجة تطلع بره. وهنا ده ايه، ده الحمام بتاعنا اللي بدأ يبقى الحمد لله يا رب. يعني قعدت فترة بعاني من الحمام والأرنب، كانوا بيموتوا من غير أي ذنب ومن غير أي ما أنا ايه أقصر معاهم. بس يلا الحمد لله. على فكرة هو كده يعني يعتبر العدد اللي عندي ده بعد ما كان في حاجات زي ما قلت لكم ماتت، وفيه حمام كان بيطير مني، لان الحمام لو مش مولف عليكي بيطير. هنا هدير مش رحمة الارنبتين في حالهم، عمالة مرة تشده من ديله ومرة عايزة تشيله، وفي الاخر كانت عايزة تاخده وتنزل بيه تحت. بس طبعا انا زعقت فيها قلت لها مش هينفع. مجمد قلب هدير، وهي اصلا هدير بنتي قلبها جامد قوي، يعني اي حاجة بتمسكها بتخافش. طبعا في ناس كتير بيخافوا يمسكوا الارانب علشان هي بتخاف. لف حواليهم كده اعملهم اي منظر. هي هدي فطستها تحت ايديا. سيبيها ما تكبريش. دول اللي فضلوا لنا من السبعة، هما كانوا سبعة بس ربنا فضل لنا، يعني قعدنا كده 4 و3 اتكلوا على الله. يلا الحمد لله، نقول بسم الله ما شاء الله. شوية كده يمكن ربنا يرزقنا عليهم بحاجة تاني. تعالوا شوف احنا قلنا العيال قالوا احنا عايزين نعرف قهوة السبوع ده. تعالوا نعرف قهوة السبوع. بيحطوا لونه كده في النص بيحطوا كده انهم يقعدوا يغربلوا كده زي ما قلت لها كده، كانوا بيتغربلوا. لا مش عارفين حاجة، هم لسه صغيرين. هو انت لما بتعمل اسبوع بتبقى فرحانة ولا باين عليكم حاجة؟ ويقعدوا يعملوا كده بقى. الارنب الكبيرة دخلت كلها جوه السرداب. تسمع كلام ما تسمعش كلام ابوه كده، يعني قاعد يعمل كده. المدة اللي ربنا رزقنا بيهم زي ما انتم شايفين مظبطين كده، وزي ما عملنا كده. بص حواليكم كده الحمام. لو وصلتوا لحد هنا لايك واشتركوا في قناتي لو لسه ما اشتركتوش. بس يا بنت زي ما قلت لكم دلوقتي ان ده الميعاد بتاع الثانويه بتاع الارنب والحمام، يعني زي اليومين دول بالظبط. انا كنت جايبه ذكرين حمام، زي يعني 4 جزئين براك بتاع حمام، فكان بيطير مني. والارنب طبعا غير اللي انتوا بتشوفوا كنت بدبحه واللي ببيع منه، وزي ما ربنا بيسر يعني حالي اديني بدبر امور. شوفوا دي القطعه البيضه العسليه دي. اللي واقف ده كده ده الذكر بتاعهم، ده الذكر الاب اللي هو الكبير. ده الذكر.
يعني كلهم حبسوا نفسهم جوا السرداب. زونتوت من تلفزيون. هم كلهم كانوا ذكروا النتاء أبيض، هم كلهم شكلهم دول 4 اللي ضمن من 7. بس حلو لأن ده أصلا خلطة صيف. هو بصوا الواحدة هوريكم حجمها قد ايه في الإيد اهي. دي كده عمر 7 أيام، هو بالظبط ده بالأسبوع بالنسبة لهم بالظبط. تعالوا بقى ندخلهم البنات السرداب. هاتوا هاتي هدير. عندها هدير بقى عفريتة في الحاجات دي. تلبسيها؟ تحبي الأرنب؟ هاخد دقي. لا ما ينفعش. هاتي طب خلاص هتفطسيها خلاص. لو وصلتوا بقى لحد هنا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا لي في قناتي.